عندنا سيشن ريدنج ان شاء الله. عايز اقول لكم ان احنا هنكمل الجزء اللي احنا بدأناه السيشن اللي فاتت عن التايبس بتاعت الباسجز. احنا اتعرفنا عليها السيشن اللي فاتت كلها، وبدأنا بالناريتيف وابتدينا ناخد حاجات تخص الناريتيف ونشوف الأسئلة بتاعته شكلها ازاي، لأن زي ما قلنا المرة اللي فاتت أو السيشن اللي فاتت إن الناريتيف كتابة أو باسجز مختلفة شوية عن الباقي. فأنا حابب أفكركم الأول سريعا كده بالحاجات اللي احنا عملناها، عشان بعدها على طول هنكمل على الجزئية اللي احنا كنا وقفنا عندها. السيشن اللي فاتت اتعرفنا على الباسجز تايبس اللي بتخش لي جوه الامتحان، واتعرفنا على استخدام كل باسج او كل باسج بتبقى مكتوبه ليه، والفيربس اللي هي بتبقى خاصه بيها او الفانكشن بتاعتها اللي هي الفانكشنز اللي بتبقى مستخدمه في الكتابه. واتعرفنا على الناريتيف بالتفصيل شويه، وكان المفروض ان هو عرفنا فيه الاستراكشر بتاعنا والفانكشن بتاعت الاستراكشر. افكركم سريعا كده، كنا بنقول ان الناريتيف بتاعنا لازم الستوري بتاعتنا تكون باديه باكسبوزيشن، وبعدين بستخدم الرايزنج اكشنز عشان اوصل للكلايمكس، بعد كده بيبقى فولينج اكشنز، وبعد كده اوصل بيها للريزولوشن. ورسمنا الرسمه بتاعتها المره اللي فاتت للمراحل بتاعت الستوري. جينا كمان قلنا الاكسبوزيشن. لما جينا نتكلم عليه الاكسبوزيشن لازم بيكون بيقدم لي كاركتر وبيقدم لي سيتنج اللي هو تايم وبليس، وقلنا دي الفيتشرز بتاعت الاكسبوزيشن ولازم ابقى عارفها عشان الجزء اللي بيجيبه لي من الستوري ابقى انا مدرك ومحدد ايه هو بالظبط عشان اعرف اشتغل على الاسئله بتاعته. فبالتالي قلنا ان الاكسبوزيشن كان بيقدم لنا الكاركترز، وكان بيقدم لي السيتنج اللي هو التايم والبليس. وقلنا كمان ان هو دايما الفانكشن بتاعته بتبقى set the scene for the rest of the story، ان هو بيكمل لي او بيفتح المشهد عشان يكمل لي باقي الستوري. طيب احنا قلنا ان الاسئله بتاعه الناريتيف شويه مختلفه، او الباسجز الناريتيف شويه مختلفه عن باقي الباسجز، وقلنا كمان لما هنيجي نقراها هيبقى لها طريقه مختلفه شويه عن باقي الباسجز. فيها نوعيات اسئله، وكنا بدانا بالسؤال بتاع الكاركتر بورتريال السيشن اللي فاتت، افكركم بيه برضو سريعا. قلنا في الكاركتر بورتريال هو بيجي يسالني على ايه يا مستر؟ بيسالني على الفيزيكال ابييرنس بتاع الكاركتر. قلنا لا يا مستر، انا ماليش دعوه باي حاجه فيها وصف للشخصيه، طوله وعرضه لابس ايه الكلام ده كله، اي حاجه فيها فيزيكال ابييرنس انا مش عايزها. طب هو بيسالني على ايه يا مستر هنا في الكاركتر بورتريال؟ قال لي بسالك على حاجه اسمها بيرسوناليتي، البيرسوناليتي بتاعت الشخصيه. طب انا هجيب البيرسوناليتي بتاع الشخصيه دي منين؟ هنا بقى الحته اللي انا باكد عليها واللي انا قلتها المره اللي فاتت، اللي هو انا هقرا ازاي وانا عمال اقرا في الباسج ايه الحاجات اللي هخلي بالي منها اللي هستخدمها عشان اوصل بيها للانسر بتاع الكويستشنز اللي هتيجي. فقال لي يا مستر عشان تطلع البيرسوناليتي بتاع الكاركتر لازم تدور على 3 حاجات: البيهافير اللي هو الاكشنز بتاعت الكاركتر، السبيتش كلامه، الثوتس تفكيره هو ايه، يعني هو thinks that ايا كانت الشخصيه اللي بتتكلم، believes that. يبقى انا لما هاجي ادور على الحاجات دي عشان اوصل بيها للبيرسوناليتي او للكاركتر بورتريال عشان اعرف احل السؤال ده،
يبقى انا بدور على 3 حاجات. طب يا مستر الاكشنز دي بتاعت الشخصية نفسها، لازم ده يكون خاص بالشخصية اللي بتسأل عليها، السبيتش بتاعه هو مش بتاع حد تاني، كلامه هو، معتقداته هو وأفكاره هو، برضو الشخصية اللي أنا بتسأل عليها. إنما كلام شخصية عن شخصية تانية أنا ماليش علاقة بيه، ما بستخدموش إن أنا أوصل بيه للبرسوناليتي بتاع الشخصية اللي أنا بتسأل عليها. يبقى مهم قوي تاني إن أنا بدور على البيهيفير، السبيتش، الثوت بتاع الشخصية اللي أنا بتسأل عليها نفسها، مش كلام شخصية تانية عليها. طيب ده احنا عرفناه المرة اللي فاتت، وحتى احنا شفنا examples سوا في passages كانت بنعرفها منين exposition، وحلينا جزء على الكاركتر بورتريال. ونخلي بالنا دايما كمان قبل ما هنكمل النهارده بقى الحاجات الجديدة بتاعتنا، ان في الكاركتر بورتريال انا برفض الاجابات اللي فيها اي حاجه فيزيكال. يعني انا عندي الفور تشويسز بتوعي، لو لقيت فيها حاجه فيزيكال او بتوصف الشخص زي الوصف الخارجي او الكلام ده كله، انا ماليش دعوه بيه خالص، ما بستخدموش. طيب قبل ما نرجع نطبق على الكلام ده تاني، حابب اضيف الحاجات الجديده اللي تخص باقي الاسئله بتاعه الناريتيف بحيث نبقى مدركينها. جاء مستر قال لي في حاجه اسمها كاركتر ديفلوبمنت، اللي هو التطور بتاع الشخصيه. طب ايه هو الكاركتر ديفلوبمنت؟ قال لي الكاركتر ديفلوبمنت ده مستر الobservable changes، التغيرات اللي حضرتك هتلاحظها للكاركتر ميكس الشخصيه بتعملها as the narrative progresses، وهو ماشي في اطار الاحداث بتاع القصه. في تغيرات انت هتاخد بالك منها للكاركتر، وبالتالي هتعرف هو كان ايه ووصل لايه، حصل له ديفلوبمنت. عشان اوصل للكاركتر ديفلوبمنت لازم ان انا بعمل فوكس على التريتس، الصفات بتاعه الكاركتر، بعمل فوكس على السيركمستانسز اوف ذا كاركتر، الظروف المحيطه بالايه، بالشخصيه. طيب يعني برضو يا مستر ابص على ايه؟ قال لي نيجي نبص سوا كده مع بعض. where they live، يعني هم عايشين فين، their family structure، الأصل بتاع العيلة بتاعته، السوشيال ستيتس، الحالة الاجتماعية. كل دي بنقول عليها ايه، بتساعدني في ان انا اوصل للكاركتر ديفلوبمنت بتاعي، كان ايه ووصل لايه. ليه بقى مستر انت بتقول الكلام ده؟ عشان في هنا كده معايا زي ما احنا شايفين هنلاقي عندنا حاجة اسمها في دايناميك كاركتر وفي ستاتيك كاركتر. طيب الدايناميك كاركتر دي ظروفها ايه؟ قال يا مستر ده بيكون شخصية learns a lesson، اتعلمت الدرس، وصل لها حاجة، أو it changes as a person، أو حصل لها تغيير، يعني كانت حاجة وبعدين بقت حاجة. ده اللي احنا بنقول عليه dynamic character، شخصية فيها حركة، شخصية كانت عندها معتقدات بحاجة معينة وبعد اتغير المعتقد ده عنده، فبالتالي ده قابل للتعليم، فاوريدي هو كده، ده بنقول عليه dynamic character. طيب الستاتيك كاركتر ده حد ثابت ما بيتغيرش. قال لي يا مستر remains the same throughout the storyline، ده بيفضل زي ما هو طول أحداث القصة. طيب حاجة كمان ضمن الأسئلة بتاعة الكاركترز كده، يبقى أنا شفت الكاركتر بورتريال، شفت الكاركتر ديفلوبمنت. طب يا مستر عندي بعد كده الكاركتر اتيتيود، الاتيتيود بتاع الشخصية تجاه بوينت معينة جوه الباسج. تمام؟ قال يا مستر ده ممكن يبقى بوزيتيف وممكن يبقى نيجاتيف. برضو وانت بتقرا هتحدد الكلام ده، او هتشوف ايه البوينت مثلا اللي هو اتكلم عليها وتناولها بطريقه اذا كانت بوزيتيف او اذا كانت نيجاتيف. يبقى مهم قوي وانت بتقرا، مش بتقرا لمجرد القرايه، انت بتقرا عشان في فانكشنز معينه انا محتاجها في الاسئله، وبالتالي اوصل لها عشان اعرف اجاوب على الاسئله. طيب في حاجه كمان
مهم نبقى عارفينها بتخص الشخصيات. قال لي يا مستر بعد الاتيتيود، قال لي في بيبقى كاركتر في الستوري بتبقى الهيرو، بتبقى البطل بتاع القصة، ده بيبقى هنا هيرو. ده ايه يا مستر؟ بروتاغونست. ده بيبقى مين كاركتر ان ذا ستوري، وده دايما بيبقى الهيرو بتاع القصة. طيب انا بعرف منين ان هو بطل القصة؟ قال لي يا مستر مثلا بتلاقي عنده شوية تريتس مختلفة، او مش مختلفة، يعني تريتس مثلا يبقى بريف، يبقى لويال، يبقى هارد ووركينج، يبقى كايند، يبقى كيرنج، ايا كانت الصفات دي، واحنا شايفين انها كلها حاجات بوزيتيف، فبالتالي فبيبقى ده الكاركتر بتاعي هنا، ده الهيرو. وانا بعرف ان هو عنده صفات زي دي من الكتابة اللي موجودة في الباسج. طيب نيجي بقى لشخصية تانية بتبقى موجودة برضو في الباسج او في الستوري، اللي هو بيبقى الباد جاي بتاع الستوري. ده مستر بيبقى انتاجونست، ده دايما بيبقى في صراع مع الهيرو بتاعي البروتاغونست. طيب ايه التريتس اللي بتميز الشخصية دي دايما؟ قال لي يا مستر بيكون حد مغرور arrogant، ممكن يكون حد رود، حد فولش، حد مين، حد جريدي، حد لازي، كل اللي ايه زي ما بنقول كده مثلا ايه الصفات الوحشة، فاوريدي هي بتبقى موجودة للشخصية دي. كده يعد احنا قلنا على تفاصيل الكاركتر كلها، او اللي بتخص السؤال بتاع الكاركتر في الباسج الناريتيف. حابب اوريكم باسج اشتغلنا عليها السيشن اللي فاتت على حتت صغيرة عشان كنا بنشرح فيها الكاركتر بورتريال. انا هوريك النهارده الباسج دي هنجيبها كلها ازاي من اولها لاخرها، وايه اللي هيبقى مطلوب فيها واحنا شغالين. تعالوا بقى نشوفها جزء جزء كده ونشوف احنا هنشتغل عليها ازاي. حابب اوريكم الباسج كده في الاول زي ما انتم شايفين كده، وطبعا لسه ليها تكملة في البيج اللي وراها، وبعدين تبدأ الأسئلة بتاعتي. أنا شخصيا كده ساعة ما أشوف الباسج دي قدامي هعمل إيه؟ هتصرف إزاي؟ حد ممكن يجي يقول لي يا مستر هنقرأ. طيب قريت، وبعد ما هقرأ أنا مرتبط بوقت، مرتبط بحاجات المفروض أطلعها جوه الباسج عشان أشوف أنا هفكر جوه الباسج إزاي عشان أعرف أطلع الإجابات بتاعت الأسئلة. طيب خلينا نمسكها واحدة واحدة واوريكم الطريقة بتاعتها. واوريدي هي في الأول طبعا هتاخد وقت مننا، بس مع التدريب ومع التركيز على إيه اللي أنا هعوزه وهقراه، نقطة 2 3 معينة هقول لحضرتك عليها اللي بتخص الأسئلة، فيبقى اوريدي كده أنا وصلت للي أنا عايزه. غير كده أنا مش محتاج حاجة من الباسج. بس طبعا أول ما بنتدرب عليها فإحنا بنبقى ماشيين شوية بحاجات إيه، إن أنا هقرأ أكتر وأشوف إيه اللي مطلوب وإيه اللي أنت قلت عليه عشان أعرف أوصل. أول ستيب أنا هعملها إن أنا هقرأ البليرب بتاع الباسج. فقال لي يا مستر the following edited passage is an extract from David Copperfield by Charles Dickens as David. هو هنا قدم لي في البليرب ديفيد، ادي كده كاركتر makes his way to your mouth. هنا قدم لي ايه؟ هنا كاركتر your mouth place، يبقى هو كده دلوقتي قدم لي كاركتر وقدم لي place. واحنا اتفقنا ان الناريتيف لما بتكلم فيه او لما بيبقى بيديني exposition بيقدم لي فيه كاركتر وبيقدم لي فيه setting اللي هو time و place. هنا مستر قدم لي في الاول في البليرب ادي الكاركتر وادي البليس. طب يبقى انا كده اول خطوه عرفتها ان انا هقرا ايه اني بارت في الستوري بتاعتي. هنا exposition وعرفت جبته منين. طيب تعالوا نشوف اول باراجراف ونشوف
الدنيا هتمشي فيه ازاي. قال لي يا مستر the carrier's horse was the laziest horse in the world. I should hope and shuffled along. shuffle يا حضرات بمعنى walk. طبعا احنا هنقابل كلمات ما نعرفهاش، فوكاب كتيرة هتبقى موجودة، وده ان شاء الله اللي احنا هنتدرب عليه طول الفترة اللي احنا شغالين فيها مع بعض في التأسيس بتاعنا للامتحانات. فهنلاقي فوكاب كتيرة جدا بالديفينيشن بتاعها بالسينونيم بتاعها، بحيث ان انا يبقى عندي حصيلة كلمات كتيرة. طيب رجع بعد كده قال لي along with his head down as if he liked to keep people waiting to whom the packages were directed. I fancied indeed that he sometimes chuckled audibly over this reflection. chuckled بمعنى laugh quietly، يعني بيضحك بصوت واطي. طيب audibly يعني to be heard، حاجة مسموعة. But the carrier said he was only troubled with a cough. The carrier had a way of keeping his head down like his horse. طب يعني معنى كده ان الكارير والهورس بتاعه تقريبا شبه بعض في ان هما keeping his head down. بعدين قال لي and of trooping sleepily forward as he drove، السواق بتاعه او السواق بتاع الكاريج. anyway كده هو ايه ده، ممكن يكون بينام وهو سايق. وكمان ازاي on each of his with one of his arms on each of his knees. I say drove, but it struck me that the cart would have gone to your mouth quite as well without him. بس أنا لفت نظري إن كده الكارت هتوصل من غير ما نحتاج الكارير أساساً. طيب for the horse did that all, and so as to conversation he had no idea of it but whistling. طيب يا مستر كده أنا قريت أول باراجراف، وأنا اتفقت معاكم إن أنا هقرا النهارده الباسج كلها عشان أوضح لك إيه اللي أنا عايزه وإيه اللي أنا هستخدمه وإيه لأ. طب أنا لو حابب أحط توبيك للي أنا فهمته هنا، أو أحط زي سنتنس، زي فكرة، زي أي حاجة تشير للباراجراف ده، لو فكرت شوية يبقى أنا بتكلم على description بتاع الكارير والهورس. يبقى كل الباراجراف الأولاني، ويفضل طبعا إن أنا أكتب الفكرة بتاعتي كده مثلا for example، يعني هنا نمبر 1 مثلا، أو ده 1 كده، ده الباراجراف الأولاني، فبالتالي هكتب الديسكريبشن بتاع الهورس والكارير. الهورس والكارير دول كانوا في باراجراف 1. طيب جميل يا مستر، هكمل. رجع قال لي هنا في الباراجراف الثاني بدأ ببيجوتي، معنى كده انه هيقدم لي كاركتر كمان. Bigoty had a basket of refreshments on her knee, which would have lasted us out handsomely if we had been going to London by the same conveyance. Conveyance اللي هي transportation، نقل ومواصلات. تمام. We ate a good deal and slept a good deal. Bigoty always went to sleep with her chin upon the handle of the basket, her hold of which never relaxed, and I could not have believed, unless I had heard her do it, that one defenseless woman could have snored so much. هنا مستر ده كلام ديفيد على بيجوتي. أسأل سؤال بقى، هل ينفع أستخدم الكلام ده لو أنا بتسأل على الشخصية بتاعة بيجوتي؟ لا طبعا يا مستر، عشان احنا اتفقنا البيهيفير بتاع الشخصية نفسها، السبيتش بتاع الشخصية اللي أنا بتسأل عليها، مش كلام حد تاني عليها، والثوتس بتاعتها برضو. فيبقى في معنى كده إن أنا عمري ما هستخدم الجزئية اللي احنا قريناها اللي ديفيد بيقولها على بيجوتي
في إجابة سؤال زي سؤال الكاركتر بورتريال. طيب الحدوتة هنا في الباراجراف التاني ده كده يا مستر ممكن برضو أكتب لها إيه؟ بحيث إن أنا أبقى جمعت الباسج بتاعتي باراجرافز ورا بعض وابتديت أشوف الدنيا ماشية إزاي. فهنا ممكن أكتب هنا على الباراجراف التاني ده إن هو بيقدم لي بيجوتي طيب، واتفقنا ان احنا مش هنستخدم حاجة من اللي كان ديفيد بيقولها على بيجوتي لو انا بتسأل على السؤال ليها للكاركتر بورتريال. طيب نيجي على paragraph 3. We made so many deviations يعني changes تغيرات up and down lanes ده وهم ماشيين في الطريق كده حضرات and were such a long time delivering a bedstead at public house. bedstead طبعا اللي هو beds بيناموا فين في البابليك house and calling at other places وبالتالي بيعدوا على أماكن تانية that I was quite tired and very glad. دلوقتي هو ديفيد بيوصف السكة أو الطريق أو الدنيا ماشية معاهم في الرحلة بتاعتهم إزاي ليارماوث. فجي قال لي يا مستر بعد كده when we saw Yarmouth it looked rather spongy and soapy. طيب soapy دي حاجة sympathy يعني حاجة مثيرة للشفقة، وسبونجي طبعا حاجة يعني ايه سبونج تمام اللي هو ايه حاجة ممتصة حاجة زي السفنج كده. طيب بعدين رجع قال لي I thought as I carried my eyes over the great dull وهو بيحرك عيني على الجريت dull waste that lay across the river and I couldn't help wondering if the world were really as round as my geography book. ده ايه اللي بيحصل هنا ده مستر اللي انت بتقراه؟ ده رأي ديفيد عن يارماوث. بص كده بيقول ايه في الكتاب بتاع الجيوغرافي بوك بتاعه how any part of it came to be so flat. يعني الكتاب بتاع الجغرافيا بتاعه بيقول ان الارث بتاعتنا دي حاجة راوند، ده اللي هو عارفه. طب امال ايه اللي شافه هنا يا مستر كده؟ ده شاف ان any part of it came to be so flat. ما كانش يعرف ان ممكن يلاقي مكان so flat كده زي Yarmouth. طيب but I reflected that Yarmouth might be situated at one of the pools which would account for it. طيب ارجع بقى تاني كده يا مستر للباراجراف ده واشوف احنا قلنا عليه ايه او ايه اللي ممكن اكتبه على ده. عايزك تفكر معايا كده. ده دلوقتي بيوصف يارماوث بس من بعيد ولا من قريب؟ ده وهو رايح لسه في السكة يعني شايفها من بعيد وبيقول يعني ممكن هنا اكتب ده عليه مثلا ايه زي مثلا ايه يارماوث from distance. بس الكلام ده كلام مين يا مستر؟ كلام ديفيد اللي هو بيحكيه لنا. فبالتالي كده هو انا اتكلم على يارماوث على انها بقى اللي انا فهمته من الكلام اللي بيقوله ده ان الاتيتيود بتاعه بوزيتيف ولا نيجاتيف. هنا بقى يا مستر الحته اللي انا بقول عليها، وانت بتقرا هتقرا ايه وهتفهم منه ايه وهتستخدمه ازاي عشان هتلاقي عليه اسئله. طيب هنا نفس الحدوته، هنا الراجل مش عاجبه وبالتالي قال ايه؟ ده قال ان الارض كلها راوند زي ما كتاب الجيوغرافي بوك بتاعه بيقول، بس اول مره يشوف حته كده كلها سو فلات. يعني الكلام ده بوزيتيف ولا نيجاتيف يا مستر؟ الكلام ده طبعا نيجاتيف. ده رأيه وهو رايح ليارماوث من بعيد كمان. تمام. طيب
مهم يا مستر ان انا اعمل الكلام ده؟ طبعا مهم، عشان احنا لسه قايلين عندنا في الكاركتر اتيتيود اللي هو اتجاه الشخصيه ناحيه بوينت معينه، او فانا عرفت كده ان هو الاتيتيود بتاعه في الباراجراف ده انه نيجاتيف. يبقى مهم تاني وافضل اكرر قوي لحد ما نتدرب عليها كويس. مهم وانا لما اكون بحل في الناريتيف ابقى عارف نوعيه الاسئله اللي بتسال عليها، هطلع الانسرز ازاي. مش هقرا وخلاص، لا ده انا هقرا واشوف ايه اللي هستخدمه. يعني لازم يجي في بال حضرتك ان انت وانت بتقرا باراجراف زي ده لازم تبقى عارف الاتيتيود بتاع الكاركتر هنا ان ده نيجاتيف، واقول لنفسي الكلام ده او اكتب الكلام ده زي ما انا بعمل كده عشان ابقى مدرك الحدوته ماشيه ازاي واحده واحده في الاول. بعد كده لما هنعمل براكتس كتير فهتلاقي نفسك بتوصل للكلام ده بسهوله. وعشان كده انا حبيت اعمل الباسج كلها من الاول للاخر معاك عشان اوريك ايه اللي انا هفكر فيه وانا عمال اقرا، وايه اللي ممكن استبعده، وهوريه لك دلوقتي. نرجع نكمل الباراجراف اللي بعد كده. جه مستر قال لي as we drew a little nearer، لما ابتدوا يقربوا شويه and saw the whole adjacent prospect lying a straight low line under the sky. adjacent يعني near، بقرب اكتر. prospect اللي هي view، لما اقرب المنظر شويه lying a straight low line under the sky. طب انا لسه عايز اشوف اذا كان هو still هيبقى مش حابب المكان لما ابتدى يقرب، ولا برضه هيغير وجهة نظره عشان ابقى مدرك الاتيتيود بتاعه. فجي قال لي يا مستر Bigotty I hinted to Bigotty that a mound or so might have improved it. mound معناها large pile of stones. large pile of stones دي equal small hill، يعني تل صغير. فبيقول ان هو هنا that a mound or so might have improved it، كانت ممكن تتحسن شوية عن كده. طيب رجع قال لي and also that if the land had been little more separated from the sea، لو الأرض برضو منفصلة شوية عن البحر and the town and the tide hadn't been quite so much mixed up. طب يا مستر كل ده هو بيقوله، لو انت بتفكر كده زي ما احنا متفقين، هل الكلام اللي بيقوله ده بقى بوزيتيف ولا ستيل نيجاتيف؟ طبعا يا مستر هو ستيل نيجاتيف، لانه عمال يقول لها لو كان ده كذا، لو كان منفصلة بعيدة شوية عن البحر، لو كان الوضع هناك مختلف، فاوريدي برضه هو ستيل نيجاتيف. هنا بقى وانا عمال اقرا لازم ابقى مركز ومتابع التفكير بتاعي من باراجراف لباراجراف عشان ما اتلخبطش. طب رجع قال لي ايه بعد كده يا مستر؟ بعدين قال لي so much mixed up like toast and water it would have been nicer. اهو جت مباشره اهي it would have been nicer، كانت بقت اجمل. تمام، يعني هو ستيل برضو عنده نيجاتيف opinion عن your mouth. في الباراجراف اللي فات ده كان وهو في الطريق او في السكه من بعيد شويه، برضو لما جه في الباراجراف ده لما ابتدى يقرب برضو الموضوع مش عاجبه. طيب بس كان تعليق بيجوتي ايه بقى؟ قال لي but Bigotty said with greater emphasis than usual that we must take things as we found them. قالت له احنا المفروض ان احنا بنقبل الحاجه زي ما بنلاقيها كده. and that for her part she was proud to call herself your mouth Pluter. Pluter دي حاجة خاصة بالفش بالسي بالكلام ده، لأن هم هناك كانوا بيعتمدوا على صيد السمك والحاجات دي في your mouth. فهي فخورة قوي إن هي من هناك. طيب برضو كده أنا عرفت إن الاتيتيود بتاع ديفيد still negative، وده لما بقى في حته يعني لما بقى كلوزر شويه للمكان. طب انا لو حابب اكتب حاجه للباراجراف ده هكتب ايه؟ فهكتب برضو your mouth، او ممكن اكتب closer to your mouth. بس يا مستر برضو لما اقرب من your mouth لسه برضو
الاتيتيود still negative. تمام؟ لو انا بمشي بالطريقه دي وبالترتيب ده والتفكير ده كده انا ماشي ايه دنيا منظمه، وهتبقى الاسئله هنشوفها بسهوله بتطلع من الباسج. طيب ارجع اكمل الباراجراف اللي بعد كده. When we got into the street which was strange enough to me and smelt the fish and pitch and oakum. oakum دي اللي هي حبال متقطعة كانوا بيستخدموها ان هم بيربطوا بيها الخشب بتاع المراكب. and tar طبعا دي ماتيريال مادة خام اللي هي بنستخدمها للرودز للأسفلت البلاك substance. and so the sailors walking about and the carts jingling up. jingling اللي هي making sound بتعمل أصوات. and down over the stones. I felt that I had done so busy a place and injustice and said as much to Bigoty. وقال لبيجوتي حاجة إيه هي؟ who heard my expressions of delight with great complacency اللي هي satisfied complacency. هي ابتدت تسمع تعبيراته وهي delighted with great complacency وهي راضية قوي عن اللي بيقوله. ده معنى كده ان انا ابتديت افهم ان الكلام بتاع ديفيد هيبتدي يتغير. and told me it was well known وقالت له I suppose to those who had the good fortune to be born bloaters اللي حظهم حلو هي معتقدة كده ان هم بيبقوا born bloaters that Yarmouth was upon the whole the finest place in the universe. ده معنى كده ان ديفيد changes his mind أو his opinion about Yarmouth. غير وجهة نظره، غير الاتيتيود بتاعه. يعني معنى كده يا مستر ان عايز تقول ان هنا الاتيتيود بتاعه في الباراجراف ده بقى بوزيتيف. يعني لو حبيت اكتب هنا مثلا هكتب ديفيد changes his mind. طيب يا مستر يعني الاتيتيود بقى بوزيتيف يعني عجبته Yarmouth. طيب كلام جميل. هاجي اكمل. Here is screamed Bigoty growed out of knowledge. ده مين اللي قال الكلام ده؟ بيجوتي. طب انا ليا سؤال يا مستر هنا، هل لو انا بتسأل على بيجوتي استخدم الكلام ده في ان انا اعرف اطلع البيرسوناليتي بتاعتها او الكاركتر بورتريال بتاعتها؟ انت هناك لما جينا قدمنا الكلام بتاع بيجوتي في الباراجراف اللي هو كان التاني، قلت يا مستر لما ديفيد قال I had heard her do that والكلام ده كله، قلنا طبعا الكلام ده كله بتاع ديفيد عنها فما نعرفش نستخدمه في الايه، في ان انا اوصل للبيرسوناليتي بتاع بيجوتي. طب هنا يا مستر اسال نفسي برضو نفس الموضوع، مين اللي اتكلم هنا او مين اللي سكريمد بيجوتي وسكريمد ازاي growth out of knowledge؟ هل هنا ده الكلام بتاعها السبيتش بتاعها هي، هل ده انا استخدمه لو بتسأل على البيرسوناليتي بتاعتها؟ طبعا. يعني المفروض ان كلامها هي زي ما احنا اتفقنا كده، احنا قلنا البيهافير بتاع الشخصية نفسها، السبيتش والثوتس. فطبعا استخدم الكلام ده لو انا بتسأل في سؤال البيرسوناليتي او الكاركتر بورتريال بتاعتها. طيب معنى هنا كده ان هو هيبتدي يقدم لنا حد جديد هنا طيب هنا مين بقى يا مستر؟ قال لي he was waiting for us in fact at the public house آسف and asked me how I found myself. ده ديفيد اللي بيحكي وبيحكي بيقول ان هو قابلهم وسأله زي how are you طبعا how I found myself like an old acquaintance زي ما يكون معرفة قديمة. طب دي حاجة جميلة. I didn't feel at first that I knew him. ديفيد في الأول ما كانش شايف أو ما كانش حاسس إنه فاكره أو عارفه. As well as he knew me زي ما هو
ام عارف ديفيد. because he had never come to our house since the night I was born. ما جاش من ساعة ما اتولد عندهم هناك. and naturally he had the advantage of me. But our intimacy was much advanced by taking me on his back to carry me home. ده كده الموضوع بينهم بقى أكتر، وبالتالي هو شال ديفيد على ظهره وهم مروحين البيت. طيب قبل ما أكمل عايزك أسأل سؤال. هنا مستر ده إيه؟ behavior أو action. مين اللي عمل الأكشن ده؟ طب أنا لو بتسأل، لو في سؤال هنا على كبيرسوناليتي، أستخدم الكلام ده بحيث إن أنا أطلع البيرسوناليتي بتاعته؟ طبعا يا مستر. طب ده ديفيد اللي قال، بس ديفيد قال الأكشن اللي عمله معاه. طيب رجع مستر كمل كده وقال he was now a huge strong fellow. لو فاكر كده من السيشن اللي فاتت، واحنا رجعنا عليه بداية السيشن دي برضو، لو فاكر من السيشن اللي فاتت انا قلت اي حاجة فيها physical appearance انا بعمل لها skip. فهنا طبعا لما بدأت strong fellow of 6 feet high، كل ده physical appearance، واحنا اتفقنا ان الفيزيكال appearance انا بعمل له skip، مش هقراه لان انا ما بستخدموش في حل الاسئله. تمام كده؟ فانا لو كملت معاكم زي ما انتم شايفين كده، باقي الباراجراف كله بيوصف ايه؟ بيوصف برضو كده يا مستر. بعد كده بقى المفروض ان حضرتك بعينك كده على السريع هتبقى شايف من عند strong fellow of 6 feet high، كل ده كده في boy's face curly light hair that gives him. تمام زي الفل. نشوف باقي الباراجراف عامل ازاي. بس احنا ما خدناش بالنا او ما كتبناش حاجة لسه للباراجراف ده عشان تساعدني وانا بحل، او ان انا ابقى عارف ادور على، لما يجي لي سؤال دلوقتي واحنا بنشوف الاسئلة هبقى عرفت من الماب بتاعتي دي كده ان انا هروح لانهي باراجراف ادور على الانسر على طول، فبتسهل لي الوقت. رجع مستر كمل كده باقي الباراجراف فقال لي he was dressed in canvas jacket and pair of such very stuffed trousers that they would have stood. طب ده ايه برضو يا مستر؟ كل ده physical appearance. تمام. اهو wore a hat. خلاص انا مش محتاج، المفروض ان برضو الجزء ده سكيب، بس انا ممكن اكتب على اخر واحد ده ايه يا مستر؟ ده اللي هو Am's description او description of am، الوصف بتاع am، او اللي هو بيقدم لي الشخصية بتاعت am. تمام. الحتة المهمة اللي انا اخدتها الاكشنز بتاعه تجاه ديفيد، عشان لو بتسأل على الجزئية دي ابقى عارف ان هدور على الانسر فين. غير ذلك بقى من اول بعد كده اللي هو تقديمة الكاركتر نفسها لحد الاخر كلها مستر وصف وانا مش محتاجه في حاجة. نشوف بقى مع بعض الاسئلة كده بعد ما فكينا الباسج جزء جزء بقت الدنيا ماشية ازاي. قال يا مستر in the first paragraph the driver's unnecessary presence to get the cart moving is similar to. هو كده عايزني ارجع للباراجراف الاولاني واشوف هو مقارنهم ببعض ازاي. ده الايه؟ الكارير والهورس. طبعا هو اوريدي قايل ان هو في اول باراجراف. طيب احنا لو نفتكر ان احنا اتفقنا ان هما الاتنين قالك الحصان نفسه اوريدي ماشي وعارف سكته من غير، مش محتاج اصلا ايه حد يقول. طيب نشوف الايه التشويسز اللي عندي كده يا مستر. فقال لي farmer driving a tractor, a man riding a horse, pilot driving a plane on autopilot, child driving a car. من فهمنا للباراجراف طبعا هيبقى pilot driving a plane on autopilot، لأن قال إن الحصان اوريدي ماشي مش محتاج حد
يبقى موجود وعارف سكته. طيب نيجي على نمبر 2. The author uses the phrase in line 2. في line 2 استخدم phrase كده اسمها I should hope set off by commas 2، معمولة بين double commas. تمام. عشان طيب نرجع الأول نشوفها كده في line 2 وبعدين نشوف ال choices بتاعتها شكلها ايه. هنا مستر بيقول the carrier's horse was the laziest horse in the world، واهو I should hope and shuffled اللي قلنا اللي هي walked along. تمام كده. طيب هنا يبقى قاصد بيها ايه؟ هو ده اللي بيطلبه مني هنا في السؤال. هنا تاني كده سي. تمام. فقال لي يا مستر هي set off by commas 2. طيب انا عايز نشوف التشويسز. acknowledge يعني حضرتك accept او recognize. a limit in familiarity يعني ان انت تبقى عارف ان في limit في النولج، تقبل الكلام ده. او insert much needed information، ولا add a momentary pause. طبعا ده مفيش حاجه من بي، ما عملش much needed information هنا اصلا، مش وظيفه الدبل كوماس، ويمكن الحته دي هنتعرف عليها في السيشنز بتاع الرايتنج اكتر. ما كانش هنا في momentary pause اصلا. confuse the reader of the author's intentions. طبعا هو ما لخبطنيش ولا حاجه، هو ما بيعملش حاجه زي كده اصلا، ما عملش confusing للريدر. يبقى الانسر بتاعي يا مستر هيبقى ان حضرتك تقبل او تبقى عارف النولج دي. acknowledge a limit in familiarity. طيب نيجي على نمبر 3. بيقول the main idea of the passage is to. همسح انا بس دول كده دلوقتي عشان اطلع معاكم بالسؤال الثالث عشان نشوفه مع بعض. The main idea of the passage is to. طيب main idea بتاعت الباسج احنا قريناها كلها. تمام. قال لي focus on Am's character and his interaction with the main character. طيب هي ركزت على شخصية آم؟ أنا هسأل نفسي بقى، أنا قريت الباسج وفهمت وكنت عامل لكل باراجراف زي تايتل أو زي توبيك أو زي ايديا أرجع لها. طبعا لا يا مستر الكلام ده ما حصلش، ما كانش آم بس. طيب ده آم ده في الآخر كمان. introduce the main character's inner thoughts. main character اللي هي هنا مين؟ اللي هي ديفيد. inner thoughts and perceptions. perceptions يعني الopinions بتاعته أو views بتاعته of the people and environment around him. بالنسبة لي الإجابة دي كده أخلي بالي منها. صح يا مستر. طب أنا لسه ما كملتش، بس انا كده بفكر ازاي؟ المين كاركتر بتاعتي الانر ثوتس، الانر ثوتس بتاعت ديفيد، والبرسبشن بتاعي الفيوز او البرسبشنز بتاع اوف بيبل عن الناس والانفايرمنت اراوند هيم. ده هو ديفيد اتكلم على ام، ديفيد اتكلم على يار ماوث، واتكلم على بيجوتي. تمام. طيب رجع قال لي يا مستر emphasize the laziness of the horse and his driver. دي كانت مين ايديا؟ طبعا لا. طيب ده كان في اول باراجراف. طب نيجي كده describe your mouth and its wetlands. لا برضو يا مستر. يبقى الانسر بتاعي B. رجع بعد كده في نمبر 4 as used in line 13 struck most nearly means. ده سؤال فوكاب. طيب بص يا مستر هنمسح ده برضو كده عشان ارجع معاكم للبيج ونشوف struck في 13. ارجع بقى ل 13 الاول، بعدين اروح اشوف المعاني بتاع الكلمات اللي هو كاتبها عشان اشوف اختار انهي choice. فجي قال لي يا مستر طبعا انا لما هاجي هقراه مش هقرا struck بس، يعني انا لازم اقرا قبلها بحاجه كده وبعدها بحيث ان انا ابقى مدرك المعنى بتاع الكلمه. فهنا لما كان بيوصف الكارير وهو سايق بيبقى سايق ازاي، وان هو بيحط with one of his arms on each of his knees I say drove but
it struck me that the cart إن الكارت نفسها would have gone to your mouth quite as well without him. يعني هي already ماشية يعني. طب ده زي لفت نظره مثلا، صح كده؟ طب تعالى نشوف التشويسز شكلها ايه ونشوف معاني الكلمات. جه قال لي يا مستر struck بمعنى hit، لا طبعا يا مستر. طيب ignited دي بمعنى start fire، لا. affected بمعنى artificial. طب يبقى فاضل ايه يا مستر؟ came to my mind. طب انا عايز اروح امسح ده تاني كده، ارجع للstruck واشوفها واحط came to my mind واشوف الجملة بتاعتي هيبقى شكلها ايه. قال لي هنا مستر I say drove but it came to my mind، يعني وصل لديفيد الكلام ده that the cart would have gone to your mouth quite as well without him. يبقى كده struck بمعنى came to my mind. طبعا في الأول هنحس شوية في كلمات طبعا مش عارفينها واوريدي دي هنتدرب عليها كتير، أو هناخد كمية كبيرة في صورة ليفلز كده بتبقى موجودة في الشيت بتاعنا، لأن احنا بنبدأ بليفل معين وبعدين بنوصل بتاع حوالي 4 ليفلز في الفوكاب، بحيث ان حضرتك يبقى عندك حصيلة كبيرة من الكلمات ويبقى في حاجات حضرتك عارفها. نيجي نكمل كده الأسئلة بتاعتي. جه قال which of the following best describes am character. اهو ده سؤال character portrayal. لو تفتكر كده انا قلت لك ايه الجزء اللي هناخده منه لو احنا بيجي لنا سؤال عن ام في قلب الباراجراف اللي كان بيقدم فيه ام. لو تفتكر كده انا هنا ايه لما جه يقدمهولي انا اخدت معاك كده جزء هنا قلت نخلي بالنا منه، اللي هو by taking me on his back to carry me home. ده كان اكشن بتاع ام عمله مع ديفيد، الراجل شاله على ظهره وهم مروحين. طيب وبعد كده كمل بقى ان هو كان سترونج فيلو والكلام ده، قلنا احنا بنعمل له سكيب مش عايزينه. طب يا مستر لما اجي في نمبر 5 في اوريدي adjectives انا ما اعرفهاش. طيب مثلا يعني naive دي اللي هي simple، patient and naive، daunting يعني حاجة شاقة أو حاجة hard and sturdy. sturdy بمعنى strong. إيه ده مستر وأنت قلت أي حاجة physical appearance في الأنسر بتاع السؤال ده مرفوضة، يبقى already C مرفوضة. mysterious and intriguing. intriguing بمعنى exciting. وزي ما قلت لكم في السيشن اللي فاتت ان احنا هنلاقي في الشيت بتاعنا بتاع الريدنج adjectives كتير قوي للبيرسوناليتي والميننج بتاعها، عشان يبقى عندي حصيلة كبيرة من الكلام ده عشان لما اجي احل. فده ما يقلقناش في الاول لان احنا اوريدي لسه بنتدرب. طب يا مستر كده انت شايف التشويس بتاعك البيست describe Am's character هيبقى ايه؟ بالاكشن اللي هو عمله مع ديفيد يبقى soft and kind، وبطريقة الكلام بتاعته لما سأل ديفيد how I found myself يبقى برضو soft and kind. طيب دايما بيصاحب السؤال ده سؤال يا حضرات بتاع الإيفيدنس. يعني ايه سؤال الإيفيدنس؟ سؤال الإيفيدنس ده بيقول لك انت جبت الإجابة بتاعتك بتاعت نمبر 5 دي منين من الباسج، تمام؟ يعني هتعمله ريفير لللاينز اللي حضرتك اخترتها، اخترت بناء عليها إجابة نمبر 5. طيب يبقى احنا كده متفقين ان انا هروح which choice best provides evidence for the answer to the previous question. ايه بقى مستر؟ من 77 ل 82. طيب معلش هرجع امسح ده كده تاني عشان ارجع للباسج معاكم. 77 ل 82. هات يا مستر 77 كده. لو how I found myself like an old acquaintance. I didn't feel at first that I knew him as well and he knew me because he had never come to our house since
طب اللي احنا بنقوله ده لوجيك كده ان انا اخترت ان الراجل ده soft and kind؟ لا طبعا يا مستر. يبقى في الجزئية دي انا مش عايزها. طيب من 82 لحد 84، تعال نبص برضو كده من 82. But our intimacy was much advanced by his taking me on his back to carry me home. ده هو ده يا مستر الجزء اللي انا اخترت على اساسه ان ام soft and kind. يبقى ده الايفيدنس بتاعي، صح كده يا حضرات؟ لان احنا قلنا ان ده الاكشن اللي عمله ام مع ديفيد. طيب من 86 ل 89 احنا اوريدي اخدنا الانسر بتاعنا، بس حابب اوريكم الحاجات. 86 ده انا هرفضه اصلا يا مستر ده خالص، لان ده فيزيكال ابييرنس، وانا قلت له ان احنا وانا قلت ان احنا بنعمل سكيب للكلام ده. تمام. طبعا انا في الامتحان مش هعمل كده، انا اوريدي جبت الانسر وكنت عارف ان انا جايبه منين عشان اعرف اختار سوفت اند كايند اصلا واحنا بنقرا. عشان كده بقول لك احنا مش بنقرا لمجرد القرايه. ده طبعا يا مستر على طول باقي الوصف بتاعه اصلا. تمام. واللي احنا قلنا هنعمل له سكيب. طيب نرجع نكمل كده مع بعض. رجع قال لي في لاين 36 carried most nearly means. طيب تعالوا نشوف الاول carried ونشوف الحاجه بتاعتها ماشيه ازاي ونقول 36. بيقول انا هجيب من قبلها بحاجه بسيطه كده برضو عشان نبقى مدركين لما نيجي نحل الكلام ده. وقال it looked rather spongy and soapy. I thought as I carried my eyes over the great dull waste. وهو بيحرك عينيه ويشوف. ده كان في الجزئيه اللي كنا بنقول فيها ان الباراجراف ده كان هو عنده نيجاتيف اتيتيود. طيب تعالى نشوف كده يا مستر. طبعا في فوكاب ما تعرفوش وده اكيد وما يقلقش لان احنا لسه هنتدرب عليه كتير. سويد طبعا اللي هي زي شيكينج بيهتز. بور طبعا اللي هي fail to interest يعني بيفشل انه يخلي حد يهتم بحاجه. transferred ده بينقل someone or something from place to place. فيبقى هنا carried بمعنى moved. طيب عايز اروح اطبق الكلام ده هناك تاني على اللاين، وجيت قلت I thought as I moved my eyes over the great dull. يبقى انا كده اجابتي صح لان انا بروح احط الانسر بتاعي واشوف الايه الدنيا ماشيه ازاي في الميننج طبعا. في نمبر 8 بيقول which of the following can be inferred about bigotry. ده هيسالني على bigotry. طيب فبيقول انا عايزكم الاول تبصوا كده في التشويس. في تشويس هنا هرفضه مش هبص عليه اصلا. تمام. لان انت لو ركزت كده بيقول the following can be inferred about bigotry، فيبقى هو بيسالني على البرسوناليتي بتاعتها. طب بص كده يا مستر. old woman احنا قلنا اي حاجه physical ملناش علاقه بيها يبقى انا رفضت الكلام ده. طيب كده هختار ما بين A و B و D. She is disrespectful woman from the village. احنا قرينا عن بيجوتي لما قدمها لنا وكلامها كانت disrespectful. طبعا لا ما حصلش. She is simple woman of low education. هنا بقى تحتاج تفكير. طب نشوف الانسر اللي فاضل. She is a stubborn woman with many innovative ideas. stubborn يعني عنيدة. طبعا احنا مش شفناش الكلام ده. طب بص يا مستر كده في جزء واحنا بنقرا في قلب الباسج قلت لك لو انا بتسأل على بيجوتي استخدمه ولا لا. تعال نشوفه كده في الباسج سوا. ايه هو الجزء ده؟ لو انت فاكر هنا لما قالت here is my am screamed bigotry، لما قلنا ان ده كلامها هي growed out of knowledge يعني هي النولج بتاعتها قليلة. طب يا مستر يعني معنى كده ان انا هختار ايه؟ على طول ان هي
simple woman of low education. طيب رجعنا قلنا برضو ان السؤال ده بيجي بعديه سؤال الافيدنس بتاعه. طب حضرتك جبت منين؟ طب ما انا جبت الانسر منين بقى؟ عايز تبتدي مع الوقت زي ما عملنا في الشخصية بتاعت هنا بقى. طيب انا كده مش محتاج ارجع كتير، ده انا عندي بصوا كده الانسر هيبقى فين. كل الحدوته ان بيجوتي اتكلم عليها هنا لما قدم لنا الكلام بتاع عنها هنا في الباراجراف ده، وقلنا ان احنا مش هنستخدم حاجه من دي لو انا بتسال على بيجوتي اصلا، وقلنا هنا اللي هنتسال عليها. فلو انت بصيت لللاينز كده هتبتدي تبقى عارف الانسر بتاعك من غير ما تقعد ترجع لكل الافيدنس اللي موجود وتجربه عشان الوقت. طب هي فين الحته يا مستر اللي احنا اتكلمنا عليها؟ هي من 73 و 74 اهي يا مستر. ده هي اصلا اللي خلتني اختار السؤال اللي قبليه. تمام، فيبقى كده انا اهو 73 74. فيبقى انا بالتالي طبعا وفرت وقت. طبعا احنا هتلاقي نفسك بتحل اسرع من كده لو قريت صح وقريت ايه بالظبط وحطيت في بالك وانت بتقرا هستخدم ايه وما استخدمش ايه، فهتلاقي الوقت بيبقى كويس. فاوريدي انا كده هختار 73 و 74. نيجي على السؤال اللي بعد كده. Which of the following best describes the main character secondary reaction to your mouth؟ طيب هي نمشي حتة حتة كده السؤال ده ونشوف كده التفكير فيه. المين كاركتر بتاعتي اللي هو ديفيد. طيب secondary reaction انطباعه التاني عن your mouth، يعني معنى كده ان كان في انطباع اولاني. يا مستر، ما احنا لما جينا نقرا الباراجرافز لقينا ان في اللي كنت بقوله بقى الكاركتر اتيتيود كان نيجاتيف في 2 باراجرافز، وهو رايح في الطريق ما كانتش عاجباه يور ماوث، ولما قرب شويه برضه ما كانتش عاجباه يور ماوث، صح كده؟ بس بعد كده رجع قال ايه؟ انها عجبته، فحصل تشينج في الاتيتيود بتاعه، كان نيجاتيف وبعدين بقى بوزيتيف. طيب يبقى خلي بالي من طريقه الاسئله كده. لو احنا مركزين هتلاقي جالي المين ايديا بتاعت الباسج كلها، هتلاقي جالك كاركتر بورتريال، كاركتر اتيتيود، بحيث تبقى مدرك شكل السؤال. طبعا مش هيجي يقوله لك بالنص كده، ده هو جابه اهو بطريقه وكاتب السكندري رياكشن. انا بقى مهم وانا كنت عمال اقرا في الباسج ابقى عارف ده كان الفيرست رياكشن بتاعه انه كان نيجاتيف وكان في انهي باراجراف وبعدين اتغير بعد كده. طيب فقال لي السكندري رياكشن ده كده على طول انا عرفت ان هو بقى بوزيتيف، لان انا قريت 2 نيجاتيف الاول وبعدين بقى بوزيتيف. طب يا مستر he was shocked to find it so flat؟ لا طبعا. تمام، مش هيبقى وصف السكندري رياكشن، ده كان في الفيرست رياكشن بتاعه. he was uncomfortable with how damp and wet environment was، برضو ده كانت حاجة نيجاتيف. he decided that your mouth was unlivable، برضو ده يا مستر حاجة نيجاتيف. it seemed to him that he had misjudged your mouth، هو ده الانسر بتاعي يا مستر. هو يعني اتسرع او غلط في الحكم على your mouth. لو تخلوا بالكم احنا وصلنا للانسر ازاي. انا بعد ما قريت معاكم الباسج وحددنا باراجرافز وكتبنا على كل باراجراف يعني هنت كده حاجه نرجع لها عشان نبقى عارفين، قرينا ان كان انطباعه نيجاتيف وبعد كده اتغير بقى بوزيتيف، وبالتالي لما جه يسالني في السكندري رياكشن انا بقى شاطر ومدرك وعارف انا بعمل ايه، فبالتالي عارف ان السكندري رياكشن ده كان بقى اللي هو بقى بوزيتيف عشان تحول الاتيتيود بتاعه من نيجاتيف لبوزيتيف، فبالتالي رفضت الاسئله النيجاتيف كلها لانها ملهاش علاقه بالسكندري رياكشن.
تمام كده. اللي عايز اقوله لحضراتكم كده في سيشن النهارده احنا غطينا الاسئله بتاعه الكاركتر كلها بالباسج بتاعه ديفيد. اللي مطلوب مننا ان هيبقى كده وصل لكم ان في رولز للريدنج لا تقل اهميه او زيها زي الرولز بتاعه الرايتنج بالظبط. يعني معنى كده ان الريدنج هيتذاكر، هي مش باسج انت بتقراها وخلاص. واخدتوا بالكم لما قرينا النهارده احنا كنا بنركز على ايه وما بنركزش على ايه، وبفكر جوه الباسج عشان هلاقي الاسئله دي الاتيتيود بتاع الكاركتر بتاعي ايه، الديفلوبمنت ايه، البيرسوناليتي بتاعت الكاركتر بتاعتي ايه. فمهم قوي وانت بتقرا تعمل الكلام ده. الباسج الناريتيف دايما مختلفه شويه عن باقي الباسجز. الموضوع كله بيتلخص في ان انا اعرف الرول، اذاكرها، ابقى فاهمها، وابتدي اطبق عليها، والطريقه اللي هطبق بيها عليها ازاي. الباسج اخدت وقت مننا النهارده طويل، طبعا مش هنحلها كده في قلب الامتحان، بس حضرتك لسه بتتدرب وبتستهلك وقت براحتك، وبعد كده بننظم الوقت مع الاسئله بحيث كل باسج هنستهلك فيها وقت قد ايه. دي مرحله قدام شويه، بس يهمني ان انت تبقى عارف هتعمل ايه جوه الباسج وايه اللي مش هتعمله. حاجه كمان هنشوف بعد كده مع بعض في السيشنز اللي جايه ان شاء الله باقي انواع الباسجز اللي احنا قدمناها في اول سيشن، والباسج مابنج بتاعتها بتمشي ازاي او بنعملها ازاي عشان نتعرف على باقي انواع الاسئله. اشوفكم السيشن اللي جايه ان شاء الله.